السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي اللي بيشوفوني في كل مكان. أهلا بيكم، أتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير. رمضان كريم ومبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية جميعا يا رب. النهاردة هنتكلم في موضوع التبول اللا إرادي عند الأطفال. كتير مننا كأمهات بيعاني من الموضوع ده. بيفضل الطفل لفترة آه، بكل الطرق برضه بيعمل بالليل. آه، ممكن يوصل لسن كبير لحد 10 سنين و12 سنة بيفضل مستمر. أيوة، ما تستغربوش، يعني في فعلا ناس كده فعلا. طيب، قبل ما نتكلم ازاي نعالج التبول اللا إرادي ده عند الأطفال، لازم نعرف ايه الأسباب اللي هو بيعملها. يعني ايه الأسباب اللي بتخلي التبول الليلي ده يحصل عند الأطفال. أول حاجة وأشهر حاجة هي التهاب المثانة أو التهاب فتحة البول. دي أول حاجة عندنا. طيب، دي علاجها إيه أو هتعرفيها إزاي؟ يبقى لازم تروحي بيه لطبيب مختص يعالج المشكلة دي ويديله العلاج اللازم. خلاص. طيب، تاني حاجة أسباب وراثية. يعني إيه أسباب وراثية؟ يعني ممكن اخواته، مامته وبابا وهم صغيرين كانوا بيعانوا من نفس المشكلة. أي حد من أفراد العيلة كان وهو صغير برضو عنده نفس المشكلة. ومع السن ومع العمر بتروح. يعني دي مش مقلقة. لكن طبعا لو هي التهاب في المثانة أو حاجة محتاجة دكتور أو كده، لا، لازم بقى تروحي بيه لطبيب مختص يعالج المشكلة الأول، لأن هو كده مش عارف يتحكم في إخراج البول. لا، يعني بيخرج منه لا إرادي، فأكيد طبعا في مشكلة. تالت حاجة بقى، وهي الشائعة جدا بين الأطفال، الحالة النفسية. يعني إيه الحالة النفسية؟ الحالة النفسية يعني سوء تصرف مثلا الأبوين، الأم أو الأب، شخيط وزعيق ومعاملة سيئة الطفل بيتعاملها، ده بالليل بيؤدي معاه لتبول لا إرادي. طيب، إيه تاني؟ إن الطفل يبقى خايف، نايم في مكان ضلمة، عنده خوف ورعب بالليل شديد، ده من حاجات تخليه برضو ايه، عنده تبول لا إرادي. طب ايه تاني؟ حرمان عاطفي. يعني ايه حرمان عاطفي؟ يعني ان الأم أو الأب آه مش بيسمعوك ان احنا بنحبك، ان احنا بنخاف عليك، ان انت تبوسيه كتير، ان انت تحضنيه كتير، ان انت تديله كل وسائل الأمان يحس بيها، تخليه يشعر دايما بالأمان والحنان. دي أكتر حاجة هتجيب نتيجة كويسة. طيب، إيه تاني؟ التنمر. ما تقارنيش بينه وبين ده، انت ابن خالتك مش عارفة ايه اشطر من ده، انت اخوك عمل الواجب وانت لا، ده اختك مش عارفة ايه وانت احسن منك. كل ده بيعمل عائق نفسي عند الطفل، بيترتب بقى عليه المشاكل دي. أولها اللي هو التبول الإرادي، غير بقى مشاكل نفسية وصحية وجسمانية بيعاني منها الطفل على مدار حياته، لأنه هو اتنشأ نشأة مش سليمة. خلاص. يبقى احنا ناخد بالنا من الحاجات دي. ممكن تكوني شايفاها ان هي حاجة بسيطة، لكن لا، دي حاجة بتترسخ وبتبني كيان وشخصية الطفل، بتبني كيانه وشخصيته على المدى البعيد ده. طيب، ايه تاني؟ عدم الاعتماد على النفس، وعدم تحمل المسؤولية. يعني متعود ان ماما تعمل له كل حاجة. اي نعم، هو طفل صغير، هو طفل صغير، بس لازم تبدأي تدريجيا تعلميه ازاي يعتمد على نفسه. يعني ايه؟ يعني مثلا تديله فرشة الشعر يسرح لنفسه، حاجة بسيطة. أكل حاجة يمسح، تديله منديل أو كلينكس ويمسح بقه، تخليه اعتمادي شوية على نفسه.
مش كل حاجة ماما 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 ماما. وطبعا بتخليه اعتمادي على نفسه على حسب السن، على حسب السن. يعني مثلا لو بتكلم في سن 3 4 سنين، يبقى الحاجات اللي انا قلتلك عليها، تبدأي بالحاجات البسيطة. آه، تديله مثلا المية وهو يشرب، تديله فرشة وهو يسرح، آم، حاجات على قد سنه. طيب افرض الطفل كبير عن كده، يعني 9 سنين 10 سنين، لا ده بقى يقدر يعتمد على نفسه في حاجات كتير. يعني يصحى من النوم يساوي مثلا السرير مكانه، آه، يغير هدومه لنفسه، يشرب نفسه، يقوم يتوضى ويصلي تعلميه كده، آه، يسرح لنفسه، سواء بنت أو ولد. في العموم، ما أنا بتكلم عن الطفل بصفة عامة. خلاص. طيب، أسباب بقى برضو تربوية بتخلي الطفل عنده تبول لا إرادي وحالة نفسية سيئة جدا جدا جدا. طيب، الضرب أشهرهم طبعا وكلنا عارفينه، مفيش اختلاف عليه. الضرب دي أسوأ حاجة ممكن بيتعرض لها الطفل وهو صغير، وبتترسخ في ذهنه وفي وجدانه وفي عقله الباطن، وبتكبر معاه بيبقى عنده عقدة نفسية من الآخر كده، بلغتنا العامية بيطلع طفل معقد نفسيا. من إيه؟ من الضرب. على فكرة انت ممكن تأدبيه، أو الأب ممكن يأدبه بأسلوب أو بحاجات يمنعها عنه، هتبقى أفضل من الضرب. لأن الطفل عندما بيتضرب مرتين تلاتة أربعة خلاص بياخد على الضرب، بمعنى أصح. صدقيني بجد، بياخد خلاص، أخد على الضرب بقى، عادي بقى، لا مبالاة عنده. لكن انت ممكن تحرميه من حاجات معينة، تعاقبيه، مفيش مصروف الأسبوع ده، مفيش حاجة حلوة الأسبوع ده، مفيش شوكولاتة الأسبوع كده. ممكن الحاجات دي تخليه سوي أكتر 100 مرة من الضرب. ونفس الوقت انت ما أثرتيش عليه نفسيا، ولا أثرتي عليه جسمانيا، ولا أثرتي فيه داخليا. لكن القسوة والعنف والخوف، ويبقى الطفل في حالة رهب شديد وفي حالة خوف شديد وفي حالة ذعر شديد، لا. م. ده هيطلع إنسان مش سوي، يعني هيطلع للمجتمع إنسان معقد نفسيا، إنسان عنده ضغينة، إنسان مش متصالح مع نفسه. طيب، إيه تاني؟ عدم الشعور بالأمان. دي قلتها لك، إن الطفل لازم يحس بالأمان، لازم تحضنيه كتير، لازم تبوسيه كتير، لازم تاخدي بالك، لازم تحسسوه دايما إن انتوا بتحبوه، إن انتوا بتدعموه نفسيا. لازم الطفل يحس بكل ده. هتقولي ما عنديش وقت، أصلي مشغولة، أصلي تاني، أصلي ماني، ده أنا تعبانة، ده أنا في المطبخ. لا، لكن حق الطفل برضو لازم ما تتغاضيش عنه. يبقى دي حاجة لازم تاخدي بالك منها. انت لو اخدتي بالك من الحاجات دي، صدقيني صدقيني، في معظم الأحيان مش هتحتاجي الدكتور. ويا جماعة، حذاري 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 تروحي للصيدلي وتقولي له اديني دواء، اصل ابني ولا بنتي بالليل بيعملوا تبول لا إرادي عندهم. ده يا جماعة الحاجات دي بتأثر فعلا فعلا، بتأثر على المخ عند الأطفال. واسألوا واعملوا سيرش على جوجل وهتعرفوا كلامي. محدش يروح لصيدلي منه لنفسه وانتي مش عارفة أساسا ايه السبب، وهو أساسا ممكن يكون سبب معنوي أو سبب نفسي. وانتي دخلتيه في سكة تانية خالص، اديتيله كيميكالز. وخصوصا الحاجات دي، من النوع ده من الكيميكالز دي بتشتغل على المخ. فالأمهات تاخد بالها، وما تتصرفش بسرعة. يعني هي لو ركزت على الكام نقطة اللي احنا قلناهم دي، لو ركزت إن هي تمنع الأسباب اللي بتؤدي لحدوث التبول اللا إرادي، هي بنسبة كبيرة الطفل هيتحسن. طيب، إحنا كده عرفنا إيه الأسباب اللي بتعمل التبول اللا إرادي. طيب، إيه العلاج بقى؟ إيه العلاج اللي الأم تقوم بيه؟ أنا ما قمتش بدور الدكتور. العلاج اللي الأم تقوم بيه، اللي هي من ناحيتها تبدأ تجربه قبل ما تروح للدكتور. لأن ده
فأغلب الأطفال هيجيب معاها نسبة تحسن 80-90%، لأنها كلها عوامل نفسية، عوامل وراثية، عوامل تربوية. فهي ما تبتدي تصلح المشاكل دي، هيبتدي الطفل يتحسن معاها واحدة واحدة. طيب بالنسبة لو عنده الطفل التهاب في المثانة أو التهاب في فتحة البول، معنى كده إن هو مش هيعرف يتحكم في كمية البول اللي خارجة. تمام كده؟ طيب العلاج بقى إيه؟ العلاج عدم شرب السوائل، عدم شرب السوائل عند النوم. يعني ما تجيش قبل ما ينام على طول تشربي مية، ما يجيش قبل ما ينام على طول تديله عصير، ما يجيش قبل النوم على طول على طول مباشرة تديله لبن. يعني ممكن مثلا قبلها بساعة، مثلا قبلها بنص ساعة تبدأي تديهوله، أو لو يفضل ساعة أفضل، وكمية صغيرة مش كتير برضو. طيب ايه تاني بقى؟ تظبطي بقى المنبه جنبك، وكل ساعتين تصحي الطفل تخليه يدخل التويليت. ده هيساعد، هينشط أولا عنده العقل الباطن، هينشط عنده العقل الباطن، هيبقى في حالة استيقاظ. إيه، هيخلي عنده دايما استيقاظ. ومع الوقت هو بقى هيبتدي يتدرب، انت كده بتعملي له زي تدريب للمثانة عنده، ان انت كل ساعتين لازم يقوم، ما لازم يقوم. هتتعبي صدقيني شوية في الاول، لكن نتائجها مجزية جدا، وهتتبسطي من النتيجة جدا، وهتدخلي تحت في التعليقات وهتشكريني بإذن الله. طيب كده قلنا أول حاجة عدم شرب السوائل قبل النوم مباشرة. تاني حاجة قلنا التنبيه كل ساعتين واستيقاظ الطفل، يعني تصحيه، تظبطي المنبه جنبك وتصحيه كل ساعتين. تمام كده عشان يتعود، وعقله الباطن يتعود ان هو خلاص بقى مش نايم في غيبوبة، لا انت بتعملي له عملية استيقاظ كده داخلي جواه. وفي نفس الوقت بتدربي المثانة على انه ايه، على انها تطرد في وقت معين. طيب تالت حاجة بقى، واللي كلنا ممكن أي أم تعملها، إهانة الطفل عند التبول. إيه اللي أنت عملته ده؟ إيه مش عارفة إيه ده؟ أنت مش هتبطل، وممكن كمان بتوصل للضرب. طيب خدي بالك بقى إن دي أكتر حركة هتخلي الطفل يتمادى في اللي هو بيعمله. أنت كده بتدي إشارة للعقل الباطن ان هو يفضل مكمل مكمل مكمل. ما تفضليش تزني عليه على طول قبل النوم، اوعى تعمل على نفسك، اوعى بالليل معرفش ايه تصحي ماما ايه. كل ده بيجيب نتيجة سلبية، بيجيب العكس على طول. وكل ام فاهمة انا بقول ايه، انك انت تفضلي تحذري اوعى كذا، اوعى مش عارف، او تستعملي معاه اسلوب التهديد. ده انت لو عملت هحرمك من كذا، ده انت لو عملت هضربك. كل ده هيجيب نتيجة عكسية، وكأنك كنت بتقولي له اعمل بالليل وانت نايم. طيب امال ايه تعملي معاه؟ تطبطبي عليه. هتقولي لا طبطب عليه وهو عامل مغرق السر، اقولك اه، طبطبي عليه. انك تحسسيه بالامان، انك تحسسيه بالامان وقت ما هو عامل حاجة غلط، ده هيخليه هو يحاول يظبط نفسه على قد ما يقدر، يحاول يبقى فايق صاحي معاك، يحاول يتحكم في نفسه على قد ما يقدر. لكن كل ما هتهينيه عند ما يعمل ده، صدقيني 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 هيجيب معاكي نتيجة عكسية، هيجيب معاكي نتيجة عكسية. طيب كده قلنا 3 أسباب. السبب الرابع ايه بقى؟ السبب الرابع عدم مقارنته باخواته وبقرايبه. يعني ده انت اختك وهي صغيرة ما كانتش بتعمل زيك، ده انت اختك وهي صغيرة كانت احسن منك، ده انت ابن خالتك مش عارفة ايه، ده انت ابن معرفش مين احسن منك. يا جماعة كل ده بيرسخ في الطفل آم، حالة نفسية سيئة جدا، بتبني شخصيته بطريقة غلط، بتتبنى شخصية الطفل بطريقة غلط جدا، وبتجيب معاكي نتيجة عكسية وانتي في الآخر اللي بتتعذبي. طيب أمال أتصرف معاه ازاي؟ أستعمل بقى بدل أسلوب الخوف والترهيب، أستعمل أسلوب المكافأة. يعني ده انت لو ما عملتش النهاردة
الصبح هجيب لك شوكليت، هديك مكافأة كذا، هعمل لك الحاجة الفلانية اللي هو نفسه فيها كذا. اسلوب التحفيز هيخلي عقله الباطن يفكر هو عايز يبسطك على قد ما يقدر عشان تجيبي له الحاجة اللي هو نفسه فيها، او الحاجة اللي هو بيحبها، او الحاجة اللي هو عاوزها. يبقى نستعمل اسلوب المكافأة احسن من اسلوب الترهيب والخوف، ده مش هيجيب معاكي نتيجة بل هيسوء الحال اكتر. طيب، اخر حاجة